ضيفي معلقه ديال الخرقوم على المشماش وحضري ألذ وصفه صحيه كترفع المناعه للوليدات خصوصا مع التغيرات ديال الجو. غنحتاج المشماش المجفف الكميه 250 غرام، غنضيف عليها معلقه صغيره ديال الكركم ضروري في هذه الوصفه، قشور ديال البرتقاله 70 غرام ديال لاكاجو، و كاس ونص ديال الكوك ما يعادل 80 غرام، 3 المعالق كبار ديال عصير ديال البرتقال، وكنطحن الكل في العشوار حتى كيولي على شكل عجينه. وباش نحليو هاد الخليط هذا غادي نحتاجو العسل الطبيعي، ضفت انا معلقه كبيره ديال العسل، يمكن لكم تضيفوه على حساب الذوق ديالكم، والحلاوه اللي كتبغيوها. كنكورهم هكا على شكل كرات صغيره وكندوزهم في جوز الهند او الكوك. الوصفه غنيه بالالياف مضادات الاكسده وكتحمي من الالتهابات ومن الامراض، زوينه بزاف خصوصا في هذا الوقت الوليدات كيمرضوا بسبب التغيرات ديال الجو او لا بسبب العدوى في المدرسه. ديروها في بواطه ديال الزاج واحتفظوا بها المده ديال اسبوع في الثلاجه كحد اقصى، كتجي بنينه بزاف. جربوها وخليو لي ارائكم.